وأنا بفضل الله عز وجل أعرف هذه الحقيقة، ولذلك وأنا في دمشق كنت كما ألمحت قبل دقائق أنني كنت مع الإخوان المسلمين هناك في دمشق، وكأنني واحدا منهم، حيث يتوهم الجمهور لكثرة مخالطتي إياهم ومصاحبتي إياهم حتى في الرحلات إلى بعض القرى وبعض الجبال وتحت المخيمات التي كنا نبيت معهم فيها الليالي ذوات العدد، لعلمي أن فيهم استعدادا لتقبل دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة. وأنا كنت ولا أزال أقول أن جماعة الإخوان المسلمين هم يهيئون أفرادهم لتقبل الدعوة السلفية، أما هم لا يستطيعون أن يحققوا هذه الدعوة في صفوفهم، لأنهم تبنوا منهجا قائما على ما يسمى أو يمكن أن يسمى بالتكتيل والتجميع ثم التثقيف. أما نحن معشر السلفيين فمنهجنا على خلاف منهج الإخوان المسلمين، ومن هنا يحصل الخلاف. نحن منهجنا يقوم على قاعدة فكه ثم كتل، خلافا لهم حيث قام تكتلهم على أساس كتل ثم فكه ثم لا ثقافة. ولذلك كان السؤال السابق مضى على الإخوان المسلمين نحو 70 سنة وهم في ثقافتهم ومعرفتهم بالإسلام كعقيدة كأحكام كأخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل، ذلك لأنهم لا يعنون بالثقافة الإسلامية بعامة فضلا إلا كأفراد. أنا أتكلم الآن عن جماعة وعن منهج، فضلا عن أن يهتموا بالثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك فأنا كنت أجد أرضا خصبة في جماعة الإخوان المسلمين هناك في دمشق الشام، ونفع الله بهذه الدعوة ما شاء ينفع. وكبار شخصياتهم وبعضهم لا يزال في قيد الحياة، منهم مثلا عصام العطار الذي كان سنين معينة رئيس الإخوان المسلمين في سوريا، وكان من الذين يحضرون دروس هناك، فهو من حيث الثقافة الإسلامية هو سلفي العقيدة، لكن لا يزال منهجه منهج إخوان مسلمين. والفرق بين منهجنا ومنهجهم، منهجنا علمي، منهجهم حزبي، فهم يحرصون على التجميع ما لا نحرص نحن عليه، نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه. لذلك فهم قد أوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولذلك كنت معهم كأني واحد منهم. كذلك لما جئت إلى هنا إلى عمان، ولعل بعض الأخوان ما أدري والله من يكون يذكرون أن مركز الأخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة، ولكن كذلك لما جئت إلى هنا إلى عمان، ولعل بعض الأخوان ما أدري والله من يكون يذكرون أن مركز الأخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة، ولكن لما شعر الرؤوس هناك
بأن الإخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة الألباني، خشوا أن ينسحب منهم بعضهم فيقل تكتلهم وتجمعهم، ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم من علم.